فاكرين الشيلان الحلوة قوي دي اللي انا كنت جايبه لكم جولة حلوة عليها او ريفيو حلو عليها، وكانت ب75 جنيه عند ابراهيم. النهاردة الشيلان القمر دي نزلت، سعرها نزل الارض وبقت ب35 جنيه بس. وزي ما انتوا شايفين شوية موديلات تحفة. انتوا النهاردة هتتفرجوا معايا على الكوليكشن ده كله. انا هنا اهو ورا مستشفى الجلاء، والباب الاسود اللي انا كنت جايبه عليه الكاميرا ده باب ظهر مستشفى الجلاء من ورا، يعني الباب من ورا من الخلف. تمام. بصوا بقى الشيلان القمر دي، الشيلان دي اللي بتتباع بغلاء الفلوس بره. تمام. الشيلان دي عامله عند ابراهيم النهارده 35 جنيه بس كده، ولا اي حاجه يعني سعر ولا في الخيال. السعر نزل جدا. طبعا في متابعين راحوا واستفادوا من الحاجات دي وهي ب75. النهارده لما رحت الوكاله ولقيتها بقت ب35 قلت لا، لا يمكن، لا يمكن افوت الفرصه. قلت له ايه ده يا ابراهيم؟ قال لي ده نزل كمان حاجات عليهم تاني، ده مش الكوليكشن القديم بس، او مش بواقي الكوليكشن القديم، نزل حاجات تانية عليهم. صوريهم يا استاذه لان السعر ده مش هيستمر كتير. قلت له حاضر عينيا، لازم متابعيني الغاليين يعرفوا ان الحاجات بتنزل في اخر الاسبوع. زي ما انتوا شايفين كده انا مصوره الاربع امبارح يا بنات. تمام. الاربع تمام، وانا كنت مصوراها الاسبوع اللي فات. شايفين الشال وجماله؟ شفتوا بقى ده لما تلبسوه على طقم اورنج كده او بنفس اللون او حاجه. طبعا في لون تاني اهو في الشال زي ما انتوا شايفين. انتوا بقى لما توفقوا لو لبستوا الشال ده على طقم جراي ساده، لان هو في الدوريات دي جراي، الله على الشياكه. صدقوني هتبقوا برنسيسات كده بالشيلان دي. وطبعا زي ما انتوا شايفين ولا حاجه، يعني السعر ولا حاجه. هاتيلك بقى شالين 3 كده استشيكي كده قدام حماتك وقدام سلايفك بالحاجات الجميله دي. تمام. يلا بقى قبل ما ندخل في الغميق نعمل ايه؟ نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. آه طبعا لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعدت عليكي كده بالصدفه قناتي، اتمنى بقى تشتركي في قناتي. انا عندي قنوات 3، دي قناه واحده منهم. واحب اعرفك بنفسي، انا شيرين كمال، عامله 3 قنوات هادفين جدا جدا. مش قنوات بعرض لك حاجات وبس، لا، انا قنواتي ليها هدف ان انا اوصل لمصر كلها المنابع اللي هي في الوكالة، اللي هي ارخص الاسعار. ارخص حد بيبيع ملابس وكالة فين؟ اكتر حد بيتقي الله في الاسعار فين؟ كمان مش بس كده، بسيب لك رقم الشاب نفسه على الشاشة زي ما انت شايفة كده. وكمان بسيب لك رقمه تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وكمان العنوان، وكمان لينكات القنوات بتاعتي التانية بسيبها لك في اول تعليق مثبت، عشان لو عايزة تنوريني هتدخلي على قنواتي مش هتندمي خالص. هتلاقي كل حاجة حلوة ان شاء الله على ال3 قنوات. تمام. هتلاقيها كلها هادفة جدا. بحب ان انا اوصلك للاماكن المظبوطه عشان محدش يضحك عليكي، محدش ياخد فلوسك، او بمعنى صح ما تدفعيش فلوس كتير في حاجه تكون. بصوا الشال وجماله يا بنات. بصوا الحاجات دي اللي بتتفرش على الكنب في الصالونات، والحاجات الحلوه في صالونات الريسبشن. بصوا يا بنات، دي الحاجات اللي بتبقى مفروشه كده على دراع الصالون، وبتبقى مديه شكل في منتهى الجمال والشياكه. انا نفسي شفته قبل كده. نخش بقى على الفقرة بسرعة بسرعة الجميلة اللي أنا بحبها جدا، فقرة الإهداءات والتشكرات. بشكر فيها متابعيني الغاليات اللي يعني بيبعتوا لي تعليقات جميلة زيهم. أنا بشكرهم من قلبي على الكلام الحلو اللي كتبوه في الفيديوهات اللي فاتت. أنا فعلا كانت حالتي النفسية وحشة جدا، لكن الحمد لله دائما وأبدا طول ما أنا ورايا انتوا بصراحة دايما بتدوني يعني مش خطوة واحدة، صدقوني 1000 خطوة للأمام. كل ما أسمع كلامكم الحلو بيشجعني، ربنا يبارك لكم يا رب. كانت معايا سلحفة المطبخ. أهلا بيكي يا أمرايا، بتقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سلحفتي يا جميلة، وهي اسمها شمس وعاملة قناة اسمها سلحفة المطبخ. أهلا بيكي يا حبيبتي. وكان معايا صبا. أهلا بيكي يا صبا، ربنا يبارك لك يا حبيبتي يا رب. وكان معايا بيتي وأسلوب حياتي. اهلا بيكي يا امرايا، وبتقول لي حاجاتك روعه والاسعار ممتازه. والله انتي اللي جميله يا جميله، نورتي قناتي يا قمر من المتابعين الجدد، يا رب تنوريني كده على طول. كان معايا ام حماده اللي دايما تدعي لي، ربنا يبارك لك يا رب.
بتقولي كل سنة وانت طيبة وكل اخواتي مشتركين في القناة، كل سنة وانتم طيبين ونكون احلى عيلة. فعلا والله يا ام حمادة انا فعلا هو ده هدفي، ان احنا هنبقى اكبر عيلة على اليوتيوب باذن الله. باذن الله طول ما انتوا ورايا يا حبيبتي يا رب، كل سنة وانتي واخواتك بالف الف خير. وكمان محمد القمر ان شاء الله السنة الجاية اشوفه في اعلى كلية باذن الله واعلى المراكز. وكان معايا رشا علي محمد، اهلا بيكي يا رشا يا جميلة. رشا عاملة جروب يا بنات حلو جدا جدا. عاملة جروب بتشتري برضو شغل بالة من الوكالة، وعاملة جروب هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف عشان تدخلوا الجروب بتاعها. عندها حاجات تحف يا بنات، بتجيب حاجات شغل بالة حلوة قوي وبرضو اسعارها جميلة. وكان معايا مامة زين ورقية اللي على طول لا مش مامة زين ورقية، اسفة سوري. برضه انا بشكر مامة زين ورقية لان على طول بتعلق لي وعلى طول بتقول لي كلام حلو، ربنا يبارك لك يا قمرايه ويخلي لك زين ورقية. كان معايا الحاجة زينب بتدعي لي، ربنا يبارك لك يا حاجة زينب، يا رب يجعل دعائك في ميزان حسناتك يا حبيبتي يا رب، وتعيشي وتدعي لي يا رب، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. وكان معايا ام فريده واسماعيل، اهلا بيكي يا قمر. انا ما نسيتكيش ابدا ولا اقدر انساكي والله يا ام فريده يا جميله، ربنا يخلي لك فريده واسماعيل. بتدعي لي وبتقول لي ان شاء الله هتبقي من اكبر القنوات. والله يا ام فريده انا دعواتكم معايا والله هي اللي فعلا هتحفزني في اول حاجه، وتاني حاجه هي اللي هتوصلني باذن الله، لان فعلا الدعاء ده عليه عامل كبير جدا. ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ليا. كان معايا منوعات ام احمد بتقول لي معلش يا حبيبتي بكره القناه تكبر. ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، انا بتابع كل قنواتك، ربنا يخليكي يا ام احمد يا جميله، تسلمي لي يا رب، يخلي لي دعائك الجميل ده يا ام احمد. كان معايا هدهد الجميله بتقول لي معظم التيشيرتات خامه الكشميري خفيفه بس بتدفي قوي قوي، ربنا يزيدك من نعيم، ربنا يزيدك انت يا هدهد يا جميله، ولك بالمثل والله يبارك لكم يا رب على الكلام الحلو. مش قادره اقول لكم الكلام ده بيوديني فين، بيوديني في حته تانية خالص. ويخلي لك حمزه وحسونه يا هدهد يا جميله. وكان معايا هدهد كان معايا حنان حسام، اهلا بيكي يا حنان. بتقولي المكان برضو ورا مستشفى الجلاء، ايوه يا حنونه يا جميله ان شاء الله توصلي وتجيبي احلى حاجه. وكان معايا زينب فتحي، اهلا بيكي يا زينب في قناتي، ربنا يبارك لك، برضو اول مره تعدي عليا في القناه. وكان معايا فريده، اهلا بيكي يا فريده، بتقولي يا رب للاحسن يا رب يا حبيبتي يا رب، احنا واياكم ان شاء الله كلنا للافضل باذن الله، كل واحد ينول اللي بيتمناه يا حبيبتي يا فريده، ربنا يبارك لك. كان معايا صبا بتقولي اصبري واعشمي في وجه الله خير. والله يا صبا انا فعلا يعني ماليش غير ربنا طبعا اول وتاني ثم انتوا، فعلا انتوا اخواتي، وانا بحس ان انا شايفاكم وانا بتكلم بالامانه والله يا صبا، ربنا يبارك لكم يا رب، يبارك لكل واحد بيقول لي كلمه حلوه. صدقوني يا بنات انا لما شفت تعليقاتكم اول امبارح بالليل على الفيديوهات، امبارح بقى اللي هو بالليل، يعني امبارح بالليل الاربع نزلت الوكالة وانا في كامل الحماس، مش قادرة اقول لكم الكلام بتاعكم بيوديني فين. قبلها كنت محبطة جدا، بس دي طبعا همزات الشيطان، ربنا يكفينا شر الشيطان طبعا، وانا مش هسمع كلامه تاني في اي حاجة، انا كفاية عليا كلامكم الحلو ده والله. وكمان كان معايا مدام عفاف بتقولي تسلمي يا شيرين بجد ممتاز وكل حاجته جميله زيك يا قمرايه، ربنا يخليكي يا مدام عفاف يا جميله، والله انت اللي جميله وقمر، ربنا يبارك لي فيكي ويبارك لي فيكوا جميعا. اتفرجنا على الشال المخطط ده عجبني قوي يا بنات، ينفع على كذا لون، ينفع تلبسيه على طقم ابيض، ينفع تلبسيه على طقم اسود، ينفع تلبسيه على طقم اصفر، بصوا واخد كام لون. صدقوني الحاجات المخططه اللي بتاخد كذا لون دي بتدي شكل بقى في اللبس مش قادره اقول لكم. انا اسفه جدا للمتابعات اللي مش واخدين على الفقره دي، لو متضايقين منها يوطوها ويتفرجوا، تمام. والمتابعات اللي عايزين يعلقوا خايف مثلا مش عايزيني اقول اسمهم في التعليقات، في قبل كده متابعه كتبت لي وانا احترمت ده، فلو يعني مش كل المتابعات ممكن اقول اسمه، المتابعه اللي هي مش عايزاني اقول اسمها عادي تعلق لي باي كلام هي عايزاه او اي حاجه هي عايزاها او اي سؤال، وممكن تكتب كده جنب السؤال معلش انا مش عايزه وانتي بتشكريهم تقولي اسمي، حاضر عينيا الاتنين طبعا دي حريه، وانا بقول لكم احترمت ده في المتابعه اللي قالت لي كده. على العموم انا بشكركم جميعا،
كلكم ناس ذوق وناس محترمة، وفعلا فعلا متابعاتي الغاليات والمحترمين، فعلا فعلا. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب، ويجعل الكلام الحلو ده في ميزان حسناتكم. انا ورا مستشفى الجلاء عندي شاب قمر اسمه ابراهيم. بصوا دي المخططة التانية دي، شايفين الالوان اللي فيها قد ايه؟ البسوا بقى وتشيكوا من الحاجات الحلوة اللي بجيبها لكم دي. تمام. زي ما قلت لكم هسيب لكم كل حاجه تحت الفيديو في التعليق المثبت، في اول تعليق مثبت، وكمان لينكات القنوات التانية بتاعتي، هتقدري تدخلي وهتستفيدي من حاجات كتير جدا ومش هتندمي خالص. وانضمي يلا لعيلتنا، كلنا اخوات على اليوتيوب. هنعمل جروب كبير جدا جدا جدا. كل ما قنواتي تكبر فقرة التعليقات هتكتر طبعا هنكبر الفيديو عشان نقدر نشكر كل الناس، وهنبقى عيلة كبيرة جدا جدا. تنسيش بقى يا قمر شيري لي الفيديو ده لاخواتك وحبايبك، واعملي لايك قبل ما تخرجي من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.